الحكومة في محافظة مطروح. نعم. على رأس الجهاز التنفيذي. تحركنا النهارده بكل قيادات شعبية، عمد ومشايخ، أبناء رابطة شباب محافظة مطروح، الدعوة السلفية، الأزهر، الأواف، كل القيادات التنفيذية بالظهير الشعبي المؤازر. عدد كبير قوي سيادة المحافظ، احنا شايفين في الصورة عدد كبير جدا الحقيقة. ده احنا ده الكلام ده الساعة 10، يعني أبناء مطروح عموما دائما يعني بيبتدوا اليوم بتاعهم بعد الساعة 12. فكون ان الحاج ده يكون موجود ده ملوش معنى خالص، غير ان ابناء مطروح يعني مش عارفين بهذه الخساره الكبيره الفادحه والصدمه اللي اصابت المصريين واشقائنا المسيحيين، وبيحاولوا يعبروا عن ده بهذا الشكل اللي انت شايفه حضرتك. بخلاف المسيره يا فندم اللي نظمت من الصبح زي ما حضرتك قلت من امام مبنى المحافظه وصولا طبعا لكنيسه السيده العذراء، وحشد طبعا من ابناء وعمد ومشايخ المحافظه زي ما حضرتك قلت، بخلاف ده الاجراءات التامينيه اللي حضراتكم هتتخذوها عشان برضو تامنوا الكنايس، تامنوا المنشات الحيويه في الفتره اللي جايه، ايه هي يا فندم؟ طبعا لا، هو طبعا في اجراءات امنيه كبيره جدا المحافظه قايمه بيها بصراحه بالتعاون مع القوات المسلحه. ومديريه امن مطروح بصراحه قايمه بدور بالغ. واجهزه الامن انا بحييها بصراحه. ولكن خليكي بس يعني نرجع قبل الامن. الامن بيتحرك على ضوء التهديدات وعلى ضوء العدائيات. نعم. فاحنا في حاله من الرضا داخل محافظه مطروح، وابناء اولاد علي ما بيسمحوش ان اي حد يدخل داخل محافظه مطروح يقوم باي عمل عدائي ضد الدوله او ضد اجهزتها. بس لازم برضو يكون في نفس التوقيت اجراءات احترازيه استباقيه لتامين ده. طبعا ده معمول على اعلى مستوى كمان، ده موجود. ولكن انا بحاول اديك رساله الطمانينه ان ابناء مطروح ما فيهمش الصفه دي. علشان كده في حاله من الراحه. محافظه مطروح المحافظه الاولى على مستوى الجمهوريه في اوج توقيتات الانفلات عملت مصالحه وطنيه مجتمعيه ارسل بها قواعد الاستقرار والامن على حدود غربيه فيها انفلات امني عالي. نامل يا رب لليبيا ان تعود الافضل مما كانت عليه. يعني محافظه مطروح امنه من اي عمليات ارهابيه قد تحدث لا قدر الله طبعا، إن شاء الله طبعاً. وامنه من اي تهديدات يا سياده المحافظ. ان شاء الله طبعا، يعني احنا بناخد اجراءاتنا والتهديدات طبعا وارد انها تحصل، ولكن صعب ابدا ان اي حد يجي من بره يرتكز على ابناء مطروح. اللي بيجي يعمل حاجه ده بيبقى يرتكز على حد عشان يعمل من خلاله. وده صعب ان يحصل عندنا. طب سياده المحافظ، دايما براهن على ابناء مطروح وعلى وطنيه ابناء الصحراء الغربيه في مؤازرتهم دايما لخطوات الدوله المصريه ولسياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. كونكم يا فندم محافظه حدوديه ده مخلي الامور يعني سهله ولا صعبه بالنسبه لكم حتى كجهات تامين؟ وبعدين حضراتكم برضه محافظه كبيره مش صغيره. اطلاقا خالص. محافظه مطروح بسم الله ما شاء الله، ومحافظه مطروح بتشهد كم استثمارات على مستوى الدوله، يعني اكيد انتوا متابعين الفتره اللي فاتت. محافظه حدوديه زي حضرتك بتقول، ومتوقع بيها 11 مشروع استثماري متمخضوا عن مؤتمر اقتصادي الدولي الاول لمحافظه مطروح في 10/2015. 11 مشروع تم توقيعهم بتكلفه استثماريه 22 مليار، عقود نهائيه لهذه الاستثمارات. فاذا التنميه موجوده على ارض مطروح في ظل هذه التحديات. شكرا جزيلا. كل المستثمرين الاجانب كان في فندم كمان تكريم للمحافظه والشخص حضرتك كمان نتيجه هذه المجهودات. احنا كنا راصدين هذا الامر يعني بشيء من التفصيل جدا، بس احنا دي اجنده وتوجيهات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظه مطروح، واحنا ما علينا الا تنفيذها بالشكل اللي قاله سياده الرئيس. موفقين يا فندم، نشكرك شكرا جزيلا سياده المحافظ علاء ابو زيد محافظ مطروح، كنت معنا هاتفيا. الف شكر لحضرتك. النهارده بمقر رئاسه الجمهوريه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبل وزير التغذيه